قبل ما ابدا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديده. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. قصتنا بتبدا في حلبة الموت. الحلبة دي بيشارك فيها اقوى واخطر المقاتلين من جميع انحاء العالم، وغير كده المقاتل اللي بيخسر لازم يموت. وهنا بنعرف ان الحلبة دي الجماهير بتاعتها بيتفرجوا على القتالات عن طريق بث مباشر على الانترنت. بعد كده بتتنقل بينا الاحداث للوجان. لوجان يبقى صاحب حلبة الموت، وهو اللي بيخلي المقاتلين يشاركوا فيها وبياخد كل فلوس الرهانات ليه. بعد كده بنشوف اتنين من المقاتلين وهما نازلين طحن في بعض، وهنا في مقاتل قدر يستجمع قوته وهجم على خصمه ومسكه طحن وخلص عليه وقدر يكسب القتال بسهولة. ولما القتال خلص الحراس هجموا على المقاتل الخسران وقطعوا رقبته في البث المباشر قدام الجماهير عشان يخليهم يتشوقوا اكتر ويراهنوا على فلوس كتير. بعد كده بنروح لديفيد، وديفيد بيبقى محترف في الفنون القتالية وكان ملاكم سابق. وهنا بنعرف ان ديفيد تقاعد من الملاكمة عشان يعيش حياته مع زوجته من غير اي مشاكل. في الوقت ده بنعرف ان زوجة ديفيد تبقى حامل، وهنا ديفيد راح يطمن على زوجته وقال لها جهزي نفسك عشان نرجع للبيت. وبالفعل ديفيد خد زوجته وركبوا هما الاتنين العربية عشان يوصلوا للبيت. ولما ديفيد كان ماشي في الطريق فجأة في عربيتين دخلوا في عربية ديفيد ودمروها، وساعتها ديفيد قدر ينجو من الموت بأعجوبة. في الوقت ده ديفيد راح يطمن على زوجته، ولكن وقتها زوجة ديفيد ماتت في الحادثة. وهنا ديفيد كان حزين جدا على زوجته لانه كان شايفها بتموت قدام عينه ومش قادر ينقذها. وتاني يوم بنشوف ديفيد هو بيدفن زوجته بايديه، وهنا ديفيد وعد نفسه انه لازم يرجع حقها وينتقم من اللي عمل كده ودمر له حياته. ولما ديفيد رجع البيت ديفيد فضل قاعد في البيت من غير ما يشتغل، وفضل 3 شهور هو مكتئب وحياته متدمره وما هوش عارف يرجع لحياته الطبيعيه بسبب اللي حصل له. في اللحظه دي ديفيد قرر ينتقم لنفسه، وبالفعل ديفيد طلع السلاح بتاعه وكان هيخلص على نفسه. ولحسن الحظ ديفيد رجع لوعيه في اخر لحظه ومرضوش يقتل نفسه. ولما جه الليل ديفيد راح للحانه وفضل يشرب كتير عشان ينسى اللي حصل له. بعد كده ديفيد وهو رايح الحمام فجأة في واحد من المجرمين حاول يتهجم على ديفيد عشان يسرق الفلوس اللي معاه، ولكن ديفيد مسكه وعلمه الأدب وخلص عليه في ثواني. بعد كده ديفيد وهو خارج من الحانة اتفاجئ بميلا واقفة مستنياه قدام الحانة. ميلا بتكون مساعدة لوجان مدير حلبة الموت. وهنا بنعرف ان اللي عمل كل ده في ديفيد هو لوجان عشان يجبره يشارك في القتالات الغير شرعية اللي هو بينظمها. في الوقت ده ميلا عملت نفسها فتاة ليل عشان تروح مع ديفيد البيت، وبالفعل ديفيد اتغفل وخد ميلا معاه البيت. ولما ديفيد وصل البيت فجأة ميلا طلعت الصاعق الكهربائي وكهربت ديفيد وخلته يفقد الوعي ويقع على الأرض. في نفس الوقت الحراس هجموا على ديفيد وكتفوه وخدوه معاهم للمكان اللي فيه حلبة الموت عشان يشارك في القتالات الغير شرعية اللي بينظمها لوجان. وتاني يوم لما ديفيد رجع لوعيه اتفاجئ بان هو موجود في اوضه غريبه ومفيش فيها حد الا هو. وهنا ديفيد فضل يزعق ويكسر في المكان عشان يلاقي حد يرد عليه. في الوقت ده ظهر شخص مقنع وقال لديفيد اعمل كده عشان افهمك. ولما ديفيد حاول يفهم الراجل المقنع قال لديفيد احنا عملنا فيك كل ده عشان نجبرك تشارك معانا في حلبة الموت وتدخل في قتالات غير شرعية مع اقوى واخطر المقاتلين اللي موجودين في المكان. وبعدها قال له انت هتشارك في القتالات دي سواء بمزاجك او غصب عنك، وسابه ومشي. وساعتها ديفيد كان هيتجنن لانه ما كانش مصدق كل اللي بيحصل له. ولكن وقتها الحراس هجموا على ديفيد وفضلوا يطحنوا فيه ويكسروا في عظمه عشان يتعلم الادب ويحترم نفسه وينفذ كل الاوامر اللي هتطلب منه. بعد كده بنشوف لوجان مدير الحلبة وهو بيتكلم مع مارك، ومارك بيبقى شريك لوجان في حلبة الموت. وهنا لوجان قال لمارك احنا جبنا مقاتل مدمر هنقدر نستفيد منه بفلوس كتير جدا من ورا القتالات اللي هو هيدخلها، وغير كده انا متاكد من مهارته العاليه في الفنون القتاليه وهيكسب اي قتال هيدخله. فمارك ما كانش مصدق كلام لوجان وقال له انا عايزك تنظم للمقاتل ده قتال في اسرع وقت عشان اشوف مهارته بعيني. بعد كده بنروح لديفيد وهو بيتكلم مع جيمس، وجيمس بيكون واحد من اقوى وامهر المقاتلين في العالم، ولكن لوجان قتل زوجته برضه قدام عينه عشان يجبره يقتل لحسابه. وهنا جيمس وديفيد بقوا اصحاب وتعرفوا على بعض. ساعتها ديفيد وعد جيمس انه هيعمل المستحيل وهيدمر المنظمه دي كلها وهيخرجوا بامان من حلبة الموت. وهنا جيمس ما كانش مصدق كلام ديفيد لان الكلام اللي بيقوله ده مستحيل ينفذه لان المكان هنا شديد الحراسه. بعد كده مارك طلب من الحراس ينظموا قتال لديفيد مع واحد من اخطر المقاتلين اللي في المنظمه، وبالفعل الحراس هجموا على ديفيد وفضلوا يعذبوا فيه عشان يجبروه يشارك في القتالات الغير شرعيه غصب عنه. فالحراس مسكوا ديفيد ومسحوا بكرامه الارض، وبعدها عرفوه ان في قتال هيتنظم ليه بكره ولو ما شاركش فيه هيشوف الموت بعينيه وهيتعذب بدون رحمه. وتاني يوم لما ديفيد رجع لوعيه ديفيد بص قدامه ولقي ميلا عايزه تتكلم معاه، وساعتها ديفيد خرج الوحش اللي جواه وهجم على ميلا وكان هيخلص عليها، بس لسوء الحظ ديفيد كان مربوط بسلسله من رقبته وما قدرش يخلص على ميلا. في اللحظه دي ميلا قالت لديفيد انا ممكن افيدك جدا هنا وانفذ ليك كل اللي انت عايزه بس بشرط تسمع كلام لوجان وتشارك في اي قتال هو هينظمه ليك.
في البداية ديفيد ما كانش موافق لأن ميلا هي السبب في كل ده، ولكن مع الوقت وافق لأن مفيش قدامه حل تاني. بعد كده الحراس هجموا على ديفيد وكتفوه عشان يدخل في قتال، ولما ديفيد وصل لحلبة الموت اللي هيتنظم فيه القتال، فجأة المقاتل ده هجم على ديفيد، وكان باين انه سريع جدا وماهر في الكاراتيه. فالمقاتل ده استغل الفرصة وهجم على ديفيد بشراسة وكان هيخلص عليه، بس لحسن الحظ ديفيد قدر يستجمع قوته الرهيبة من تاني وبدأ يوجه لخصمه ضربات مميتة أفقدته الوعي خالص، وقدر يخلص عليه بمهارة وسرعة عالية جدا. وغير كده كسب أول قتال ليه، والجماهير كلها كانت مراهنة عليه، ولوجان كسب من وراه فلوس كتير جدا. ولما القتال خلص الحراس خدوا ديفيد عشان يرجعوه الحبس، ولكن وقتها مارك ظهر وكان عايز يخلص على ديفيد لأنه أمر يقتل خصمه ويقطع رقبته، بس ديفيد وقتها ما سمعش الكلام. في الوقت ده لوجان راح لمارك وقال له أنا مش عايزك تتصرف بغباء وما تتكلمش تاني مع ديفيد لأننا هنكسب من وراه فلوس كتير جدا. فمارك سمع كلام لوجان لأن هدفهم هما الاتنين إنهم يكسبوا فلوس كتير من ورا القتالات اللي بينظموها. ولما ديفيد رجع للغرفة بتاعته اتفاجئ بجيمس بيتكلم معاه، وهنا جيمس قال لديفيد أنا مش عايزك تسمع كلامهم وتمشي وراهم وتدخل في القتالات دي تاني، لأن مصيرك في النهاية هيبقى الموت، ومفيش ولا واحد منهم هيعبرك وهيرموك زي الكلب ويجيبوا غيرك. فديفيد قال لجيمس أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها، ولو رفضت أديك بتشوف بيعملوا فيا إيه. بعد كده ميلا راحت لديفيد وكانت جايبه له اكل معاها، واول ما ديفيد شاف الاكل قدامه ديفيد هجم على الاكل زي الكلب وفضل ياكل فيه عشان يسد جوعه لانه بقاله اسبوعين ما حطش اكل في بقه، وكان باين من نظرات ميلا انها معجبه بديفيد وحبته. في الوقت ده ديفيد لقى صورة مراته مرمية قدام عينه، وساعتها ديفيد أول ما مسك الصورة ديفيد حس بالذنب تاني لأنه عارف مين اللي قتل مراته وعايشه في الجحيم ده ومش قادر يتكلم ولا حتى يدافع عن نفسه. وهنا ديفيد طلع الوحش اللي جواه وهجم على الحراس وقدر يخلص على نصهم لوحده، ولكن فجأة واحد من الحراس قدر يسيطر على ديفيد وضربه بالصاعق الكهربائي وخلاه يفقد الوعي ويقع من طوله. بعد كده الحراس خدوا ديفيد عشان لوجان كان محتاجه في أمر ضروري. ولما ديفيد وصل لوجان قال لديفيد أنا عارف إن إحنا بنعاملك وحش جدا وانا هعرض عليك عرض مش هيتكرر تاني. انا عايزك تدخل في 10 قتالات انا هنظمهم ليك، ولو قدرت تكسبهم اوعدك هخرجك من المكان ده بامان وهترجع لحياتك الطبيعية. وهنا ديفيد رفض يسمع كلام لوجان وقال له انا هدمر المكان ده على اللي فيه وهنتقم منك لانك انت اللي قتلت زوجتي وهي حامل قدام عينيا، وانا مش هدخل قتالات تاني، واعمل بقى اللي انت عايزه لان ما بقاش فارق معايا اي حاجة. ولما ديفيد كان راجع للأوضة بتاعته اتفاجئ بمارك بيهدده، وهنا مارك قال لديفيد انا عارف ان انت مش عايز تشارك في قتالات تاني، وغير كده رفضت العرض بتاع لوجان اللي مش هيتكرر تاني. فمارك قال لديفيد بص كده على الشاشة دي، ولما ديفيد بص ديفيد لقي زوجة صاحبه العزيز دانيال بتتعذب قدام عينه. دانيال كان صاحب ديفيد وغير كده يبقى محترف في الكاراتيه. وهنا مارك استغل الفرصة وقال لديفيد قدامك خيارين، يا اما تشارك في القتالات الغير شرعية يا اما هنقتل زوجة صاحبك قدام عينك زي ما قتلنا مراتك. فديفيد سمع كلام مارك وقال له خلاص انا موافق اشارك في القتال اللي انت هتنظمه، بس توعدني انك مش هتقتل مرات صاحبي. وبعد فترة قصيرة قتال ديفيد اتنظم، ولما ديفيد نزل الحلبة ديفيد اتفاجئ بانه هيقابل مقاتل قوي جدا، وبالفعل القتال بدأ. في البداية المقاتل ده استخدم مهارته العالية في الفنون القتالية وبعض من حركاته البهلوانية وهجم على ديفيد بكل قوته وفضل يكسر في عظمه لحد ما وقع ديفيد على الأرض. وهنا ديفيد قدر يسترجع قوته من تاني وبدأ يستخدم مهارته في الفنون القتالية وهجم على خصمه بشراسة ومسكه دمره وقدر يخلص عليه في ثواني. ولكن الصدمة كانت هنا لأن ديفيد اتفاجئ بأنه كان بيقاتل صاحبه العزيز اللي جيمس خطف مراته. وهنا ديفيد حاول يعالج صاحبه ويخليه يرجع لوعيه ولكن من غير فايدة لأن الحراس هجموا على ديفيد ومسكوه كسروه وقدروا يسيطروا عليه، وبعدها فصلوا رقبة صاحبه عن جسمه وقتلوه قدام ديفيد علشان الجماهير اللي على النت تدخل متشوقة أكتر ومعجبة بالقتال. في الوقت ده ديفيد قرر يسمع كلام لوجان وقال له أنا موافق أدخل في ال7 قتالات الباقية وأنت كده هتضمن لي الحرية وهتخرجني من المكان ده. فلوجان فرح جدا لأنه كده هيزود أضعاف القتالات ومعاها الرهانات هتزيد. وهنا بنعرف ان ديفيد عمل كل ده عشان يضمن حريته، ولما يخرج هيرجع ينتقم من المنظمه دي كلها لان هو مش هيقدر يعمل اي حاجه طول ما هو محبوس في المكان ده. ولما ديفيد رجع الاوضه بتاعته ديفيد كان جسمه متدمر ومليان جروح من اثار القتالات اللي بيدخلها، ولكن وقتها ميلا قالت لديفيد افتح الباب عشان اعالجك واداوي جروحك. وبالفعل ديفيد فتح الباب وخلى ميلا تدخل عشان تعالجه. فميلا بدأت تستخدم كل خبرتها السابقة في التمريض لحد ما قدرت تعالج ديفيد وأنقذته قبل ما يموت. وتاني يوم ديفيد شكر ميلا لأنها قدرت تعالجه وأنقذته من الموت. في الوقت ده ميلا قالت لديفيد جهز نفسك عشان لسه باقي ليك 7 قتالات هتدخلهم وهتبقى حر بعدها. وهنا ديفيد وعد ميلا إنه لما يخرج من المكان ده هيعمل المستحيل وهيخرجها معاه.
بعد كده ديفيد بدأ يتدرب ويطور من مهاراته في القتال علشان يكسب ال7 قتالات اللي باقيين، وفضل يتدرب لمدة شهور لحد ما جسمه اتحسن 180 درجة وبقى مفترس في الفنون القتالية، ومفيش ولا واحد من المقاتلين بقى بيقدر يقف في وشه. بعد كده ديفيد جهز نفسه للقتال وقدر يكسب أول 5 قتالات بسهولة، ومسك أخصامه ودمرهم وكسر عظمهم من الضرب وخلص عليهم بمهارة وسرعة عالية. وبكده يكون باقي لديفيد قتالين 2 هيدخلهم وهيبقى حر وهيخرج من حلبة الموت. بعد كده بنشوف جيمس وهو بيتكلم مع لوجان، وهنا جيمس قال للوجان في مسجون اسمه جاكسون عايزين نخرجه من السجن وننظم ليه قتال مع ديفيد، لأن القتال ده هيكون مدمر والجماهير هتكون متشوقة ليه جدا وهنكسب من وراه 2 مليون دولار. بعد كده بتتنقل بين الأحداث لعربية الترحيلات اللي موجود فيها جاكسون، ولما جاكسون كان راكب في العربية فجأة في مجموعة مجرمين تبع لوجان هجموا على العربية اللي فيها جاكسون ومسكوا الحراس ظبطوهم وخلصوا عليهم كلهم وهربوا جاكسون من السجن. وتاني يوم لوجان راح لجيمس وقال له أنا خايف من اللي احنا عملناه ده، لأن احنا كده هنورط نفسنا في مشاكل احنا مش قدها مع الشرطة، واحنا ما صدقنا الشرطة تبعد عينيها عننا شوية. فجيمس هدى لوجان وقال له ما تخافش وكل حاجة تبقى على مسؤوليتي الشخصية. بعد كده قتال ديفيد وجاكسون اتنظم. في بداية القتال جاكسون كان ماهر جدا في قتالات السجون، فجاكسون استغل الفرصة وهجم بعنف على ديفيد ومسكه مسح بكرامته الأرض وكان هيخلص عليه، ولكن وقتها ديفيد حاول يساعد جسمه عشان يرجع يقاتل تاني. ولما ديفيد افتكر ان القتال ده هو القتال اللي قبل الاخير ليه وهيبقى حر بعدها، ديفيد هجم زي الوحش على جاكسون وبدأ يوجه له ضربات مميتة في مناطق معينة في الجسم خلت جاكسون يفقد الوعي. وهنا ديفيد استغل الفرصة ومسك جاكسون دمر دماغه وقدر ينهي عليه في ثواني وخلص عليه بمهارة عالية جدا. ولما القتال خلص لوجان راح لديفيد وقال له انت مقاتل مفيش منك 2، لان اي قتال بتدخله بتمسك خصمك تدمره وبتخلص عليه. فلوجان قال لديفيد انا هنظم لك قتال اخير مع المقاتل المقنع، وده بقى بيبقى اقوى مقاتل في حلبة الموت، واي مقاتل بيدخل ضده في قتال بيمسكه يموته من الضرب وبيخلص عليه. وساعتها لوجان ادى ديفيد حقنة هتخليه قوي جدا في وسط القتال عشان يقدر يكسب خصمه بسهولة. وبعد فترة قصيرة قتال ديفيد والمقاتل المقنع اتنظم. في البداية المقاتل المقنع كان عنده مهارات خرافية في الكونغ فو والفنون القتالية، فالمقاتل المقنع استغل الفرصة وهجم على ديفيد بكل قوته ومسكه مسح بكرامته الحلبة وكان هيقتله. بس لحسن الحظ ديفيد أول ما وقع على الأرض افتكر لوجان ورجالته هم بيقتلوا مراته قدام عينه، وعرف إن دي الفرصة الوحيدة اللي هتخليه حر وهينتقم منهم كلهم. فديفيد أمن على الأرض وهجم على خصمه بشراسة وبدأ يستخدم مهارته في الفنون القتالية المختلطة، ومسك المقاتل المقنع دمر جسمه من الضرب وفرتك كل العضلات اللي في جسمه لحد ما خلاه يفقد الوعي ويموت. وبكده ديفيد قدر ينهي على أقوى مقاتل في حلبة الموت اللي ما كانش حد بيقدر يتكلم معاه. في الوقت ده ميلا اتصلت على المحقق جون وعرفته على كل اللي بيحصل في حلبة الموت، وهنا بنعرف ان ديفيد هو اللي قال لها تعمل كده عشان يبقى حر ويتخلص من لوجان ويقضي على حلبة الموت اللي بيموت بسببها مقاتلين كتير جدا. وبالفعل في نفس الوقت القوات الخاصة عرفوا مكان حلبة الموت من ميلا وقدروا يتتبعوه لحد ما وصلوا للمكان اللي فيه القتالات الغير شرعية. وهنا القوات الخاصة قبضوا على كل اللي شغالين في المكان وقبضوا على كل الموظفين الفاسدين اللي كانوا بيساعدوا لوجان ينظم القتالات. في الوقت ده لوجان خد الشنطة اللي فيها الفلوس وكان عايز يهرب من المكان قبل ما الشرطة تمسكه، ولكن فجأة ديفيد ظهر وراح للوجان، وهنا ديفيد طلع كل اللي جواه على لوجان ومسكه ظبطه وانتقم منه وخد حق زوجته، وغير كده خد منه فلوس القتالات الغير شرعية اللي كانت تقدر ب10 مليون دولار، خدهم لحسابه وخلى الشرطة تقبض عليه وهو مفلس. بعد كده ديفيد خرج من المكان ده وراح للظابط وشكره على وقوفه جنبه ومساعدته ليه. وبكده ديفيد انتقم لوفاة زوجته وقضى على حلبة الموت اللي الشرطة فضلت تدور عليها لمدة سنين وما كانتش عارفة توصل لها. وغير كده نفذ وعده لميلا وخرجها من المكان لأنها كانت بتساعده هي كمان جوه المكان وكانت بتعالج الجروح اللي في جسمه. ومن هنا بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل ملخصاتنا الجديدة.